السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل النهارده وصفة فطار تحفة جدا، تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع غدا، في اي وقت تقدروا تعملوها. وكمان على البوتاجاز، لا هتحتاجي فرن ولا اي افتكاسات كتير. ومجرد بس هنعجنها كده في ثواني وهتديني عجينة هشة وتحفة جدا. وكمان الحشوة اقتصادية ومفيش اسهل ولا ابسط من كده. يلا بينا نشوف العجينة بتاعتنا عملناها ازاي. اول حاجة معايا المقدار بتاع الدقيق بتاعي، هكتب لكم المقادير كلها بالظبط في صندوق الوصف. معايا رشة من الملح، معايا معلقتين 3 كبار كده من السكر، معايا نص معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكمان معايا بيضة كاملة ومعلقة كبيرة من الخل. هبدأ يعني اقلب الحاجات دي كلها مع بعض كده، وهبدأ انزل بالمية تدريجيا، مية دافية علشان الخميرة بتاعتي تبدأ ان هي تتنشط وتتفاعل معايا كويس قوي. هبدأ اديها مقدار المية لحد لما تديني عجينة ناعمة جدا، وتكون عجينة ملمومة كده من الجناب. زي ما انتم شايفين انا بعجن الاول على درجة عجن قليلة. بعد كده ببدأ لما العجينة بتبدأ ان هي تختلط معايا زي ما احنا شايفين. العجينة بتاعتنا هتشوفيها تقولي كده ايه، لا العجينة محتاجة دقيق، لا خالص ما تقلقيش. انا هنا زودت معلقة كبيرة من الزيت، بس ما تزوديش ميه. اول ما تلاقي العجينه بتاعتك كده خلاص تمام، سيبيها بقى لما تلم وتعجن كويس قوي، هتبقى تحفه جدا. ده من ضمن نجاح العجينه. بصوا كده عملنا الخيوط دي كده، العجينه بتاعتي قمر. كل اللي هي محتاجاه ان هي تتعجن، لان انا عايزه عجينه طريه قوي، ويعني هنقول ان هي بتلزق خفيف، بس العجينه بتاعتنا مش هتكون بتلزق ان شاء الله. تفضلي عجيني فيها لحد لما تديكي عجينه قوامها هنشوفه دلوقتي مع بعض. شايفين العجينه بتاعتنا؟ ما تقلقوش، ما تزودوش دقيق وتقولي كده العجينه باظت منك خالص. بصي العجينه بتاعتنا طريه، بصي برغم ان هي طريه الا انها ما بتلزقش في الايد. انا حبيت اوريكم ان هي لما بتمسكيها كده بصي طريه جدا، وفي نفس الوقت ما بتلزقش في الايد. تمام، ده ليه؟ لان انا خليت نشطت الجلوتين فيها. كل اللي انا هعمله هبل ايدي بس بالميه. بصوا العجينه مطاطيه، حاجه كده تحفه. انا ولا ريحت عجينه ولا اي حاجه لسه. بصوا انا بليت ايدي بالميه علشان العجينه ما تلزقش في ايدي، وهبدا ان انا اخبطها خبطتين كده زي ما احنا شفنا. وبعدين هلم الجناب واغطي عليها واسيبها ترتاح، يعني هريحها حوالي نص ساعه. طبعا الجو برد فيعني ايه هتاخد منك وقت كبير، ولكن انا هريحها بس نص ساعه، لان انا لسه هسيبها ترتاح تاني. خدت كده نص العجينه وقسمتها نصين، وجبت طاسه دهنتها بالزيت، زيت او سمنه ولكن مش زبده. وهبدأ ان انا ابل ايدي ميه. شايفين العجينة فظيعة فظيعة بجد. هبدأ ان انا اجيب جبنة فتة، وابدأ ان انا احط كده قطع من الجبنة الفتة وشرايح من الزيتون. وجبت فلفل هالبينو لو انتوا بتحبوا الحراق، لو ما بتحبوش الحراق ممكن تجيبوا اي نوع فلفل مخلل. بعد كده جبت الجبنة الموتزاريلا بتاعتنا وحطيت منها شوية. شايفين هنا انا فردت العجينة على ايدي، شايفين ايدي ما لزقش فيها ولا نقطة عجين. بجد بجد عجينة خطيرة خطيرة بجد يا جماعة. تقدروا تعملوا منها حاجات كتير، تقدري تاخدي منها كور صغيرة وتحشيها وتعمليها برضو على الطاسة. هنعملها مع بعض ان شاء الله فيديو جاي، بتكون تحفة جدا. انا هنا اديت بس الوش كده رشة من سمسم على حبة البركة، اي بذور انتوا تحبوها. شايفين بقى البوتاجاز بتاعتي ايه هادية جدا. هحط الشياطة بتاعة الرز وابدأ احط الطاسة بتاعتي. خلي بالكم ان كمية العجين في الطاسة مش عايزاها تبقى كبيرة، عايزاها تبقى في ربع الطاسة بس، لان كمية العجين هتخمر معانا وهتغطي كده وتلزق في الطاسة، في الغطا بتاع الطاسة، وهتبقى يعني هتبهدل لكم الدنيا. انا عايزه درجه حراره هاديه جدا علشان تبدا العجينه بتاعتي تستوي من بره ومن جوه، ما تاخدش لون من تحت قبل ما تكون استوت من جوه. بفتح الغطا بلاقيها من الجناب كلها مسكت نفسها، وكمان من النص مسكت نفسها، ولكن انا عايزاها تاخد لون. فبالتالي بروح جايبه طبق تاني وابدا ان انا اقلب العجينه بتاعتي على وشها، تاخد لون بسيط جدا زي ما احنا شايفين، ونبدا نقدمها وبالف هنا وشفا. انا قدمتها كده مع شاي بلبن، كنت معاملاها للولاد في الفطار الصبح. بصوا على فكره هي لسه سخنه، ومع ذلك هشه جدا وما بتعجنش في بعض ولا اي حاجه. وعايزه اقولك لو انتي حابه تعمليها في الفرن بتفرديها في صينيه عادي جدا وبتدخليها في الفرن، بتكون اجمل من كده بكتير للعلم يعني. بس هي طعمها تحفة، يعني ميكس كده بين الكيك والمعجنات الفطاير، بجد عجينتها رهيبة.
شايفين العجينه كانت تحفه ازاي، كانت طريه قوي. متقلقوش من العجينه، ان شاء الله هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف بالتفاصيل. اهم حاجه تشوفوا الفيديو للاخر علشان تشوفوا تفاصيل العجينه هتكون ازاي. بصوا كده العجينه بتاعتنا من جوه مورقه وهشه، بجد تحفه. ومفيش اسهل من كده، يعني حشوتها بسيطة جدا. جبنة فتة، شوية مخلل من عندنا، زيتون مخلل. تقدري تعملي لحمة مفرومة، قطع فراخ، اي نوع عجينة انت او اي نوع حشو انت حابة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وشير للفيديو لو عجبكم مع اصحابكم. اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.